السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم فانيليات؟ يا رب دايما تكونوا بألف صحة وبألف خير. تعالوا النهاردة نعمل بسكوت الزبدة القمر القمر بجد، مش مجاملة يعني. شوية بسكوت زبدة لو عملتيهم بنفس التكنيك وبنفس الطريقة إن شاء الله هتاخدي أحلى نتيجة لبسكوت الزبدة. أول حاجة بس اوعي تنسي اللايك والشير، ويلا بينا على طول نبتدي. معايا هنا 750 جرام من الدقيق. الدقيق اللي عندي دوبيلا أو متعدد الاستخدامات زي ما تحبي. كمان معايا 500 جرام زبدة طرية. طرية يعني ايه؟ يعني بدرجة حرارة الغرفة. ولو مش طرية معاكي كده يعني شغلي الفرن 5 دقايق واطفيه ودخلي الزبدة 5 دقايق وطلعيها، هتعرق معاكي بالشكل ده. كمان معايا هنا 2 بيضة عليهم ايه؟ عليهم فانيليا. كمان معايا 220 جرام من السكر البودرة المنخول الناعم. وكمان معايا 3 جرام بيكنج باودر، 3 جرام بس. لو هتحطي بيكنج باودر يبقى 3 جرام بس. كمان معايا هنا 50 ملي من الحليب. تعالي بقى نركب الحاجات على بعض. اول حاجه انا هحط معايا الزبده، هنزل عليها السكر البودره، بنخله كمان مره عشان خاطر اتاكد انه كله تمام. وبعدين هحط عليهم الكف اللي عندي وارفع الخفق. بالنسبه للخفق بيتخفق قد ايه؟ بيتخفق حوالي 4 دقايق، 4 دقايق متواصله. واثناء الخفق ده برجع اجيب اللي على الحواف وانزلهم معايا تاني عشان كله يختلط كويس. وبعدين حطيت الاتنين بيضه والفانيليا، لكن المقطع مش موجود بس. وكتاب الله المجيد حطيت الاتنين بيضه بس هما اتحذفوا. اتضربت الاتنين بيضه مع الزبده، نزلت عليهم بقى دلوقتي ال50 ملي من الحليب. يا دوب بس ال50 ملي كده تنزل مع الزبده اللي عندي، هتلاقيها عملت فوم كده وبقت جميله وتحفه. خلاص اقفل بقى وانزل عليهم الدقيق. طيب انا هستخدم هنا 750 جرام من الدقيق. هل هنزل ال 750؟ لا، هنزل 710 بس، واسيب 40 جرام بره معايا. مش هنزلهم دول، مش هينزلوا. ليه؟ لان انا لما بشتغل بكيس الحلواني لازم تبقى العجينه معايا ملزقه وانا شغاله عشان ما تتعبش عصب ايدي وانا شغاله. تمام؟ امال امتى انزل ال 750 جرام كاملين؟ لو انا هشتغل بالمكنه. انما دي بصي العجينه هنا ملزقه معايا في ايدي وعامله ازاي، هو ده المطلوب. يلا بقى نشوف هنشكل ازاي. اول حاجه معايا هنا القمع ده، القمع ده قمع البسكوت. مش مكتوب عليه رقم على فكره. في هنا كمان قمع تاني للبسكوت، القمع ده اكبر منه، يعني القمعين دول نفس الشكل لكن واحد كبير والتاني صغير. القمع ده بقى التالت ده الستريت قوي كده، هتلاقي التاني مجوف واخد كيرف، انما الستريت ده بتاع الكريمه، ده مش بتاع البسكوت. هبتدي ان انا انزل كده بالراحه، ما بفرش البسكوته، يا دوب بس بحط اول البوس كده وبعدين ارحرح ايدي كده وانزل لغايه الاخر. البسكوته تقدري تعمليها كده او تقدري ان انتي تحطي مسطره او حاجه علشان خاطر تعملي حد للبسكوت ويبقى كله بنفس الشغل. اللي اول ما بتشتغلي بعجينه البسكوت ما بتركنيهاش، بتشتغلي على طول. ضروري قوي قوي ان لو الجو ساقع زي ما احنا دلوقتي انك تعرقي الزبده، وممكن كمان تدفي الدقيق فوق الفرن عشان خاطر يديكي نتيجه حلوه وما يتعبش ايدك في التشكيل. وبعدين بقى بساوي كده الزيادات، وممكن كمان تعمليها من غير ما تساوي الزيادات بانك تحطي حاجه كده في الاول تخلي لك البسكوتات كلها قد بعض. بحط كده السكرابر اللي عندي علشان اشتغل على مقاس البسكوته بالظبط. طيب عايزه اعمل شويه بالشوكولاته، هعمل ايه؟ هحط معلقه كبيره من الكاكاو عليها معلقه كبيره من الزيت، واقلبهم الاتنين مع بعض لغايه لما يبقى صوصي كده. طب اشمعنى؟ لان انا لو حطيت الكاكاو على العجينه، اول حاجه الكاكاو هينشف العجينه، تاني حاجه هتقسى وانا بشتغل بيها في الكيس وهتتعب لي ايدي. انما الزيت بيحافظ عليها طريه زي ما هي، وفي نفس الوقت بيقوي نكهه ولون الكاكاو في العجينه. فحته الزيت دي حته لطيفه قوي، اعمليها ان شاء الله وبامر الرحمن تستفيدي منها. برضو ما شاء الله خلت العجينه معايا سلسه وشغاله حلوه قوي بالكيس، الحمد لله تمام. لو العجينه تقيله مش هعرف ان انا اضغطها بايد واحده، هضطر ان انا استخدم الايدتين، انما ما شاء الله العجينه جميله. نيجي بقى لجزئيه التسويه. انا بدخل الصاج في الرف الاوسط على 180 لمده 7 8 دقائق وبس. اطلعه اسيبه بس بره يهدى شويه، هلاقيه مشمع كده. يعني ايه مشمع؟ يعني اخد لون من فوق ولون من تحت ابيض مش غامق. فبالتالي اركنه على جنب وادخل الرف التاني عشان
عشان بس انجز في الوقت. وبعدين في الاخر بجمعهم كلهم جنب بعض وبعدين اسويهم. لكن طبعا هيبقى لسه محتاج سوى، لان انا لو سبته على كده هيرطب معايا. برجع بقى ادخله تاني على 160 درجة حرارة يعني من تحت، وكمان بشغل الشواية من فوق وابتدي ان انا اقلب كده في الصاج عشان خاطر يلون من فوق. وطبعا ما تعليش عليه الشواية ولا تسهي عليه علشان ما يتلسعش. وملاحظة برضو سريعة، وانتي شغالة بالشواية لابد ان انتي تبقي مهدية درجة حرارة الشواية عشان ما يتلسعش منك من فوق. ما شاء الله حاجة زي الفل اهو، لا كبر ولا نفخ ولا فرش معانا، زي ما دخل زي ما خرج. اللهم الا حاجة بسيطة قوي 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 من البيكنج باودر، لكن حجم البسكوتة زي ما هو. اما بقى بالنسبة للتسعير، تعالي كده سريعا اقول لك تسعيره كام. لو انت شغالة بجودة نباتي يعني مثلا زي زبدة فرن، جنة، كريستال، الحاجات دي هتبيعي الكيلو على 230. اما لو انت شغالة بجودة مخلطة يبقى تبيعي على 300 جنيه. لو انت شغالة بحاجة نيوزيلندي فاخرة يبقى تبيعي الكيلو على 470 جنيه. انما بقى لو شغالة بالنيوزيلندي الفظيع اللي هو زي اللورباك مثلا يبقى هتبيعي الكيلو على 650 جنيه، لان كيلو اللورباك ب1000 جنيه. بس كده يا ستي، ربنا يحسن ما بين ايديكي وصباحك زي الفل. ولو عايزة مزيد من التسعير سواء نواعم او اونلاين او كيك وتورتات، تعالي معايا في جروب التسعير. عامله خدمه تسعير مدفوعه رمزيه جدا ب 25 جنيه في الشهر، بس بتستفيدي منها جدا جدا بامر الرحمن. صباحك دايما زي الفل.